السلام عليكم اعزائي المشاهدين، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحه جيده. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يلقاكم بالف خير والف صحه. اليوم جيت ندير معكم يعني طريقه تحضير المايونيز، يعني وصفه بزاف النساء يعني ما تستقلهمش. انا راح نعطيكم يعني طريقتي كيفاش نحضر، وان شاء الله تنجح لكم كاملين. واش نحتاجوا؟ المواد الاساسيه تاع المايونيز هي الحاجه الاولى الزيت، الحبه تاع البيض، وعندنا الملح. بالنسبه للمواد الاخرين كاضافه نقولوا تبنوا بهم المايونيز، تقدروا تزيدوا ديك المغرفه تاع لا ولا ديروا الثوم، ولا ديروا الحب الكحله. انا بالنسبه ليا عندي هادو المواد الاساسيه. بالنسبه اللي تبغي تضيف هادو صوالح كاضافه تضيفهم، تبغي يعني ما عندكش وما تضيفيش ما تضيفيش، طلعيها غير بهادو. لا بغيتي ديري لها غير شويه حبه كحله وشويه ثوم معليش. لا ماشي حاجه اساسيه، هي برك تعطيها نكهه للمايونيز. انا الحاجه الاولى اللي نبدا بها راح نقولوا بسم الله ونصلوا على رسول الله. هذه هي الحبه تاع البيض تاعنا، تكون بدرجه حراره الغرفه، يعني تكوني جبدتيها من قبل بواحد ربع سوايع. ولازم الحاجه الاساسيه يا البنات لازم يكون عندكم هذا، يعني كل دار فيها هذا تاع البغا، يعني يجي نشريوه مع البغا ميكسر. هذا اساسي في الخدمه تاعكم، يعني يساعدكم بزاف باش تطلعوا المايونيز تاعكم. واش راح نضيف ثاني؟ راح نضيف الزيت بهذا الشكل هكا، وراح نضيف الملح. كما راكم تشوفوا هذا هو الملح هنايا، وراح نطلعوا المايونيز تاعنا. هنا هي الخدمه الاساسيه في المايونيز. المايونيز صدقوني يا البنات تصدق لكم لا تبعتوا هذه الطريقه. لما نجيبوا البغا ميكسور تاعنا بهذا الشكل راح نبلاصيه، كي نجيبوه لما ندخلوه هنايا في وسط هذا الكاس تاعكم تشوفوه بهذا الشكل، يعني ندخلوه هنايا ونخليوه لتحت. يعني لما نضغط راح نضغط باش نطلع المايونيز، ما راحش نحرك البغا ميكسور راح نخليه ثابت في بلاصتو. راح نضغط بسم الله. ودروك كيبقى لي الزيت حاجه قليله كيما راكم تشوفوا من الفوق، الزيت راه حاجه قليله، راح نحرك البغا. انا هنا راح نحبس، راح نضيف سنينه تاع الثوم اللي قلت لكم عليها. كما راكم تشوفوا هذه هي السنينه تاع الثوم، نقسمها على زوج ونخليها، راح يرحيها لي البغا. وراح نضيف لاموطارد بهذا الشكل، يعني قلت لكم لاموطارد اختياري. وراح نواصل في الخلط. يعني قدام عينيكم شوفوا القوام تاع المايونيز كيفاه راه جاي بزاف هايل. انا دوك راح نحي البغا تاعي، وراح تشوفوا هنا كاضافه تبغوها هكا ثقيله خاتره خلوها هكا ثقيله، تبغوا تضيفوا لها شويه تاع الخل يعني باش تخفوها، يبقى لكم الاختيار. انا راح نخليها بهذا القوام، يعني ما نحوش عليها خفيفه. شوف راح نوريكم ها حتى الهبيط وما تهبطش. شوفوا البنات صدقوني الوصفه ناجحه 100%. كي تتبعوا الطريقه وتتبعوا شوف. راح نحيها انا هنا ونديرها في بقاله ونوريها لكم اعزائي المشاهدين. هذا هو القوام تاع المايونيز كيما وريتها لكم، جات بهذا القوام، جات ما شاء الله. كيما قلت لكم تبغوا تخفوها يعني خفوها بالخل، يعني ديري بغرفه صغيره تاع الخل وخفيها. انا هنا دوك اش راح ندير؟ راح نهبط كامل هذه الكميه، راح نديرها في هذا البقال. هنا بقال جبتو غسلتو، يعني اي بقال عندك تاع زداج
باش تحافظي عليها داخل الثلاجه. راح نحاول نخوي كامل الكميه هنايا. كما راكم تشوفوا اعزائي المشاهدين، خويت كامل الكميه اللي راكم تشوفوا فيها وعطاوني هذه الكميه. يعني بقال هذا تاع الزداج يعني تقريبا راه معمر، يعني تخدميها في دارك وعلى يدك ويعني وتعرفي خدمة يدك احسن. والله حتى البنايه البنات صدقوني احسن من تاع المحلات. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم وتجربوها. بلا ما تنساو اختكم باللايك والاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد. الى اللقاء، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء.